مرحبا بكم أصدقائي. تعالوا لنتعرف على أماكن مرعبة في العالم لم تسمع عنها من قبل. فأهلا بكم. إن أكثر الأشياء رعبا على وجه الأرض هي الأشياء التي تبدو طبيعية للغاية، والعالم مليء بالأماكن المريبة التي لا يجب عليك التفكير في زيارتها في يوم من الأيام. إليكم بعض هذه الأماكن المرعبة. أولا، بوابة الجحيم. هي حفرة عرضها 230 قدما في صحراء كاكوما بتركمانستان مشتعلة باستمرار. ظهرت هذه الحفرة عندما كان علماء الاتحاد السوفيتي يبحثون عن البترول عام 1971، وعندما اصطدموا باحتياطي غاز الميثان عن طريق الخطأ، وعندما بدأ الغاز بالتسرب من الحفرة بغزارة، قرروا إشعال النار لاستهلاك الغاز الموجود، ولكن لم تتوقف الحفرة عن الاشتعال منذ ذلك الوقت. وقد أطلق عليها السكان المحليون ببوابة الجحيم لأنها تستعر منذ أكثر من 40 عاما وحتى الآن. الثاني، طريق الموت. يطلق هذا الاسم على أحد الطرق السريعة في بوليفيا والذي يمر من خلال غابات الأمازون. ليس هذا سبب تسميته بطريق الموت، بل لأنه يقع على ارتفاع 15,000 متر من سطح الأرض، ولا يتسع إلا لسيارة واحدة. هو طريق غاية في الخطورة لكل من يمر عليه، وقد تم تقدير عدد الضحايا على هذا الطريق بحوالي 300 ضحية سنويا. ثالثا، بلدة العرائس. ناغورو هي قرية صغيرة في إحدى مدن اليابان، وما يميز هذه القرية هو أن عدد سكانها من العرائس يعادل عدد سكانها من البشر 100 مرة على الأقل. حدث ذلك عندما قررت إحدى سكان القرية عمل عرائس بديلة لكل من يفارق الحياة من جيرانها لتخليد ذكراهم. ويمكنك رؤية هذه القرائن في عدة أماكن حول القرية، في الطرق وعلى المقاعد الطلاب وفي المدارس. وحقيقة أن عدد العرائس أكثر بكثير من عدد البشر تدعو للقلق، حيث تتحول القرية تدريجيا إلى قرية من العرائس فقط. رابعا، شلالة الدم. وتسمى أيضا بأنهار تايلور المتجمدة، وهي موجودة في القارة القطبية الجنوبية وتبلغ من العمر حوالي 1,000,000 سنة. تكونت هذه الشلالات نتيجة وجود بحيرة منعزلة تحتوي على إحدى الميكروبات التي تساعد على ارتفاع كثافة الماء والأملاح وخاصة الحديد. الملوحة الشديدة للمياه هي التي تمنعها من التجمد، بينما يعطيها الحديد اللون القرمزي والذي يجعلها تبدو كشلالات من الدم. خامسا، الأكفان المعلقة. في إحدى القرى في الفلبين اعتاد السكان على صناعة أكفانهم بأنفسهم وتعليقها على حافة إحدى المنحدرات ليمكنهم الرقود بسلام إلى جوار أجدادهم بعد موتهم. يرجع هذا التقليد لمئات السنين، ولذلك يمكنك رؤية بعض الأكفان العتيقة، ما إن كل كفن له طابعه الخاص كما صنعه صاحبه. سادسا، مشفى الأشباح. تبدو إحدى المستشفيات في ألمانيا كأحد مشاهد الرعب الشهيرة التي نراها في الأفلام. كانت المؤسسة في البداية مكانا لعزل علاج مرضى السل بين عامي 1898 و 1930، كما أنها في ذلك الوقت استقبلت بعض الجنود المصابين في الحرب العالمية الأولى. بعد ذلك أصبحت مستشفى عسكري لعلاج الجنود أثناء الحرب العالمية، واستخدمها جيش الاتحاد السوفيتي منذ عام 1945 وحتى سقوط حائط برلين. ليس هناك الكثير من الأعمال التي تتم داخل المستشفى الآن، فالقسم الوحيد الذي ما زال قائما هو قسم الأمراض العصبية والنفسية، بينما تبدو بقيتها مهجورة وكأنها مسكونة بالأشباح. سابعا، جزيرة العرائس. تحدثنا سابقا عن قرية العرائس باليابان، ولكنها لا تذكر مقارنة بهذه الجزيرة في المكسيك. فبعد اكتشاف جثة لطفلة مقتولة بوحشية على جزيرة زوتشيميلكو، قام أحد سكان الجزيرة بتجميع عرائس الأطفال وتعليقها على الأشجار ووضعها بين الأعشاب على الأرض. في الحقيقة لقد فعل ذلك الرجل هذا لطرد الروح الشريرة في الجزيرة، لكن ما حدث هو أن الجزيرة أصبحت مرعبة للغاية، ويخشى العديد من السكان الذهاب إليها، بينما يستمتع بعض محبي المغامرة من السياح بالذهاب إليها، هذا بالطبع إذا تمكنوا من إقناع أحد أصحاب المراكب من اصطحابهم إليها. والآن، هل تفكر في زيارة أحد هذه الأماكن في يوم من الأيام؟ اتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء.